السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل الليمون المعصفر، هنعمله بطريقة حلوة جدا يعني. طبعا الليمون المعصفر ده بياخد وقت غير الليمون السريع. الليمون السريع عملته معاكم في الفيديو اللي فات، وخلال اسبوع فتحنا عليه، هوريهولكوا دلوقتي وهوريكم النتيجة بتاعته. ده النهارده هنعمل الليمون المعصفر، ده بتاع رمضان بقى، تفتح عليه في رمضان ان شاء الله، وهنعمله بدون سلق وبدون نقع. ده الليمون اللي عملته معاكم الفيديو اللي فات، شايفين اللون بتاعه عامل ازاي ومش مهري، وهيعيش معاكي كمان فترة طويلة، وكمان سريع يعني خلال اسبوع بتاكلي منه. شايفين لونه عامل ازاي ومستوي معاه، عايزه اقول لكم بجد تحفة. شايفين بسم الله ما شاء الله. النهارده بقى هنعمل الليمون المعصفر. اول حاجه معايا 3 كيلو من الليمون. لما بتيجي تشتري الليمون تشتري الليمونه الصفراء، ما تجيبش الليمونه الخضراء عشان ما يبقاش ممرر معاكي. تشتري الليمونه الناعمه اللي جلدتها ناعمه من بره، وليمونه تكون طازه وحلوه. تمام، يبقى دول 3 كيلو من الليمون. هناخد بقى على ال3 كيلو ليمون دولت، هجيب 3 جزرات كبار وهبشرهم بالشكل ده. ب3 كيلو ليمون هناخد 3 جزرات مبشورين وهنبشرهم. وهاخد كمان 3 معالق كبار هرمية من المعالق الكبيرة من العصفر. العصفر طبعا بنجيبه من عند العطار. تمام. وهاخد كمان 3 معالق كبار من هريسة الشطة، ما عندكيش هريسة الشطة 6 قرون فلفل من الحامي الأحمر ده وفروميه. وهناخد كمان 3 معالق صغيرين، مش معالق كبيرة، 3 معالق صغيرين من حبة البركة. مش عايزاكم تكتروا حبة البركة عشان ما يغمقش معاكم. معايا كمان 4 معالق كبار هرمية من ملح. عندك ملح خشن ماشي، عندك ملح ناعم ماشي. معالق من الكبيرة اللي احنا بناكل بيها. تمام. معايا كمان نص فنجان من الزيت، اي نوع زيت عندك، لو عندك زيت زيتون يفضل برضو، لو ما عندكيش اي نوع زيت عندك. تمام. هنجيب بقى الليمون بتاعنا وهنشقه على 4/4 بالشكل ده، بس ما بتوصليش للاخر، يعني 3/4 الليمونة كده. تمام. بتشققيها على 4/4. طبعا احنا مش هنسلقه ولا هننقعه في اي ميه، هنعمله كده زي ما هو كده. طبعا انا نسيت اقول لكم، انا ببقى غاسله الليمون بتاعي ده وحاطاه في مصفى ومصفيه الميه منه خالص، يعني بيبقى ناشف وانتي بتقطعيه. تمام. بتنقعي فيه شويه ميه كده وتنضفيه كويس قبل ما تعملي كده. خلاص شققت الليمون بتاعنا بالشكل ده على 4/4. هنجيب بقى بوله فاضيه كبيره او حاجه غويطه كده، وهنزل بالجزر بتاعنا المبشور زي ما قلت لكم، دول 3 جزرات مبشورين. وهنزل كمان بالعصفر بتاعنا 3 معالق كبار. طبعا لو انت عايزه تعملي كيلو بتاخدي مثلا جزرايه على معلقه عصفر كبيره على معلقه هريسه شطه كبيره، يعني بتقللي بقى المقدار. دول 3 معالق من كل نوع، يبقى 3 معالق هريسه شطه. لو عايزه تعملي كيلو هتاخدي معلقه واحده. نزلنا ب3 معالق كبار من هريسه الشطه، و3 معالق صغيرين من حبه البركه. وزي ما قلت لكم ما تكتروش حبه البركه عشان الليمون ما يغمقش معاكم، لان حبه البركه بتغمق الليمون. هنقلب بقى المقادير الحلوه على بعضها. قلبيها تقلب بقى كويسه جدا كده. هنجيب بقى الليمون بتاعنا ونحشيه بالخلطه الحلوه بتاعتنا. بتحطي بقى العصفر كده في النص، وتحاولي برضو تحشيها حشوه كويسه يعني، اهو زي ما انتوا شايفينه كده. وانت بتقطعي الليمونه ما بتقطعهاش كلها، 3/4 بس. يا ريت بقى لو وصلتوا في الفيديو لحد هنا، يا ريت بقى ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا كل جديد. المشروع ده حلو قوي برضو لو حابه تعمليه، الطريقه دي ناجحه ومضمونه وما شاء الله. يعني لما بتيجي تشتري الليمون بيبقى غالي، الليمون المعصفر ده بالذات بيبقى غالي بره. فاعملوه مشروع حلو قوي. وكمان موسم الليمون اليومين دولت، يعني انا جايبه الكيلو ب10 جنيه. يعني قبل كده كنت جايباه كيلو ونص، يعني انا برضو ما لحقتوش في الاول، يعني الكيلو ونص كان ب10، دلوقتي بقى الكيلو ب10 جنيه. بس برضو كويس، يعني بيجي في رمضان الحاجات دي بتبقى غاليه قوي. فياريت تعملوه مشروع كويس وهيكسبكم كده. خلاص حشيت الليمون بتاعنا بالشكل الجميل ده، بجد شكله كده يجوع لوحده. كده حشيت الليمون بتاعنا كله خلاص. هندخل بقى على الخطوة اللي جاية. اول حاجة بقى هنجيب المية بتاعتنا ونكون غاليينها، وتكون المية بتاعتنا مغلية وسايبينها لحد ما تبرد خالص، تكون فترة كده. تمام. وهنجيب بولة فاضية وهنزل بالمية بتاعتنا. المية ديت عبارة عن 1.5 لتر من المية. تمام.
3 كيلو ليمون، كل كيلو ليمون بياخد نص لتر من المية، دولت لتر ونص من المية. هضيف بقى عليهم 4 معالق كبار من الملح، يعني كل كيلو معلقة وربع، ممكن تحطي معلقة ونص برضو، بس انا مش بحبه حادق قوي، يبقى ملحه مظبوط. انا بحط دايما 4 معالق كبار، دولت 4 معالق كبار على لتر ونص من المية. بتدوبي الملح في المية لحد ما يدوب معاكي خالص، برضو ما تستعجليش في التقليب لحد ما خلاص ما تلاقيش اثر للملح خالص. كده خلاص هركنه بقى على جنب، وهنجيب البرطمان بتاعنا. والخطوة دي مهمة قوي، طبعا البرطمانات بتاعتي معقماها. بعد كده بجيب شوية خل واروج البرطمان بشوية الخل دولت عشان اعقم البرطمان بتاعي برضو، وعشان يبقى كل حاجة متعقمة معايا ونضيفة. برص بقى الليمون بالشكل ده، الليمونة بتحطها بشكل طولي يعني ما تميلهاش برضو، حاولوا تحطها كده واقفة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هرص بقى الليمون بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما اخلص الليمون بتاعنا خالص. عايزه لكم بسم الله ما شاء الله 3 كيلو عملوا لي برطمان كبير اللي انتوا شايفينه ده، وعمل لي كمان برطمان صغير كده. بعد ما حطيت بس نص البرطمان، عايزه بقى تحطي فلفل حطي، عايزه تقطعي الفلفل حطيه، فلفل اخضر فلفل احمر زي ما انتوا عايزين. ولو مش عايزه تحطي الفلفل ده خالص بلاشه، يعني احنا بنحطه كمنظر للناس اللي بتبيع يعني، عشان خاطر البرطمان يبقى شكله حلو من بره كده ويغري العميل اللي بيشتري. اهو شايفين، ممكن تعملي بقى وتوزعي لمحلات، ممكن توزعي للمولات الكبيرة بياخدوا الحاجات دي، او بتبقى مطلوبة جدا برضو، يعني مشروع حلو قوي ومربح. كده خلاص عملت البرطمانين بتوعي 3 كيلو بسم الله ما شاء الله، عملوا لي الكمية اللي انتوا شايفينها دي. شايفين منظره جميل ازاي؟ والله طريقته حلوة قوي، انا بعتمد الطريقة دي على طول، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. كده خلاص بعد ما حطينا الليمون بالشكل ده كده، هندخل بقى على الخطوة الأخيرة، الخطوة المهمة. هنجيب بقى المحلول بتاعنا وهنحط بقى البرطمانات بتاعتنا، هنسقي بقى البرطمانات بتاعتنا بالشكل ده كده، وتحاولي تسيبي سنتي بس فوق، يعني تحاولي تخلي المية مغطية سطح الليمون اهو بالشكل ده. تحطي بقى شوية زيت على الوش، وتقفلي بقى البرطمان بتاعك بورق بلاستيك او كيسة عندك تكون نضيفة، تتني الكيسة كده وتقفلي بقى كويس جدا. في الاول بس تقلبي البرطمان، تقلبيه على وشه كده بحيث كل الزيت يوصل برضو للليمون. ده البرطمان التاني برضه هنزوده. طبعا الليمون ده بقى مش هنفتحه على رمضان بقى ان شاء الله، ياخد معانا وقت شوية، بس تيجي بقى تكليف رمضان بيبقى طعمه تحفة بجد، طعمه حاجة كده وهم. جربوا الطريقة دي حلوة قوي ان شاء الله هتعجبكم. زودت بقى المية بتاعتنا، وبعد كده نزلت بقية الزيت معايا، وهغطي بقى البرطمان بتاعنا وبرضه بتقلبيه. وكده خلاص الليمون بتاعنا بقى جاهز ان شاء الله. لما اجي افتح عليه هوريهولكوا برضو، عشان زي ما وريتكم الليمون السريع كده وشفتوا جماله، وان شاء الله ده يطلع حلو قوي برضو معاكم. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، والاشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.